بين الحياة والموت، واكتشف انه عنده خلايا سرطانية خبيثة منتشرة في دماغه عن طريق الصدفة. ايه اللي حصل لطبيب الغلابة هاني الناظر؟ تعالوا نقول لكم ايه الحكاية. خبر مؤسف في الساعات اللي فاتت انتشر بعد اعلان نجل الدكتور هاني الناظر عن اصابته بالسرطان، ومن الواضح كده انه الحالة متأخرة والسرطان مهاجمه وبشراسة، وده اللي خلى ناس كتير تحزن وتتعاطف مع الخبر ده بشكل غير عادي، وكل المتابعين بيتمنوا له الشفاء. طب هو مين الدكتور هاني الناظر وليه الكل متعاطف معاه بالشكل ده؟ هاني في الأساس خريج كلية الزراعة، وكان دفعة عادل إمام وصلاح السعدني، لكن من وهو صغير كان نفسه يبقى دكتور. وبعد مشاركته في حرب أكتوبر وانتهاء فترة خدمته العسكرية قرر إنه يدرس الطب، وساعدته في ده حب حياته بنت الجيران اللي فضلت معاه لحد ما أنهى مسيرته التعليمية كاملة، وقدروا يبنوا حياتهم من الصفر. كان يدوبك وقتها مرتبه 60 جنيه بس. هاني قرر يتخصص في الأمراض الجلدية، لكن على الرغم من كده كان عنده علم واطلاع في كل مجالات الطب، ومن أول ما فتح أخد قرار إنه مهما حصل هيفضل يساعد الناس لوجه الله بكل الطرق الممكنة. علشان كده عمل صفحة وأكاونت شخصي على الفيسبوك يرد فيها على كل استفسارات الناس اللي مش قادرة تجيله العيادة وتدفع كشف، وبيكتب لهم الروشتة كمان. وكان بيطلع في فيديوهات كتير توعوية، وطول الوقت بيكتب بوستات عن علاجات مختلفة لأمراض كتير. يعني من الآخر كشف وعلاج مجاني وكله لوجه الله. ده غير الحالات الفقيرة اللي كان بيتبناها ويعالجها بالكامل، وغيرها وغيره كتير. وده اللي خلى هاني مش دكتور عادي، وطلع عليه لقب دكتور الغلابة، اللي كأنه فاتح عيادة تانية على النت وببلاش، وأيا كان حالتك ايه هيرد عليك. واللي حالته بتستدعي انه يروح العيادة بس ما معهوش حق الكشف كان بيستقبله بكل صدر رحب ويتابع معاه كمان. علشان كده أول لما تم الإعلان عن حالته الصحية الكل حزن عليه كأنهم واحد من بيته، وخاصة انه كواليس اكتشاف المرض كانت صعبة لأنه عرف عن طريق الصدفة البحتة. فضل أسبوع بيعاني من صداع جامد متكرر، وكان فاكره دور برد هيروح لحاله، لكن للأسف بعد ما راح يكشف اكتشف انه السرطان اللعين. ادعوا لدكتور هاني الناظر بالشفاء هو وكل المرضى.